السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الكشري وجماله ولا طعمه بقى حكاية؟ قبل بقى ما اقولك انا عملت الجمال ده ازاي، لو اول مرة تشوف القناة اشتركي فيها عشان يوصلك اي فيديو. متنسينيش لو الفيديو عجبك تعملي لايك. تعالي بقى اقولك انا ابتديت واعمل ايه. جبت بقى بصلتين، قطعتهم شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ ان انا افصلهم عن بعضهم. مش عايزاهم متماسكين عشان خاطر لما يجوا يتحمروا ياخدوا لون واحد. هبدأ بقى ان انا كده انزل على كل بصلاية بمعلقة من النشا. عملتي 3 بصلات حطي 3 معالق. بصلتين انا هنا كنت عامله بصلتين، نزلت بمعلقتين نشا كبار. هتبدأي بقى ان انتي تخلطيهم كويس اوي مع بعضهم عشان خاطر البصل يشرب من النشا وهو بيتحمر يبقى مقرمش وجميل. بالنيابة بقى انا كده خلصت خلاص. هبدأ ان انا انزل النشا الزيادة واخد شوية زيت حلوين، يعني شوية زيت كتار كده، واسيبهم ان هما يسخنوا وانزل بالبصل بتاعي بالشكل ده. واول بقى ما يبدأ ان هو يتحمر وياخد لون كويس، اللون الذهبي، هتبدأي ان انت تطلعي على مناديل وترشي عليه رشة ملح بسيطة. انا بقى هنا الصلصة الفيديو فصل مني، هقولك انا ابتديت وعملت ايه. جبت بصلاية صغيرة وعليها فص من الثوم احمروا مع بعض، نزلت بمعلقة من الخل وربع معلقة من الكزبرة، ونزلت بشفشق الطماطم اتسبك بالشكل دوت، نزلت عليه بالبهارات ملح وفلفل وكمون وكزبرة وقلبتهم وكده بقت جاهزة معايا. جبت بقى تعالوا نعمل الدقة. جيت هنا كوباية مية مغلية ونزلت فصين توم مع قرن شطة ونزلت بيهم، واول ما يغلوا برضو تاني مع بعض انزل بليمونتين كده، ليمونتين كبار حلوين، وهنزل بربع كوباية من الخل. الدقة دي يا جماعة بتبقى طعمها جميل جدا. بعد بقى ما نزلت بالخل هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، ايه هي؟ ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة. بس شطة حطي حاجة بسيطة، يعني رشة كده من الشطة. هتبدأي نسيبهم ياخدوا غلوتين وكده بقت جاهزة معايا. تعالوا بقى نعمل الشطة بتاعتي. جبت معلقتين من الزيت، والزيت اللي انا بستخدمه من اول الفيديو ده الزيت بتاع البصل. نزلت بربع معلقة من البابريكا وربع معلقة من الشطة، وابدأ ان انا اقلبهم كويس اوي مع بعض ينزلوا الزيوت بتاعتهم. ابدأ احط مع مغرفة كده من الصلصة بتاعتي بالشكل ده. هي كده تقيلة معايا، هبدأ ان انا انزل بربع كوباية من المية، وابدأ ان انا اديلها التقليبة، واول ما تغلي معايا اطفي عليها واركنها وكده بقت جاهزة. هبدأ بقى ان انا احضر الرز بتاعي. هعمل ايه؟ اجيب معلقتين زيت من الزيت بتاع البصل، وابدأ ان انا انزل بكوباية من الشعرية بالشكل ده، وابدأ ان انا اديلها تقليبة لحد ما تبقى لونها اصفر. يعني ما تغمقيش الشعرية عشان خاطر لونها يبقى حلو في قلب الرز. خليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللون الاصفر ده. نزلت بقى عليهم بكوباية من الرز، وابدأ ان انا اشوح فيهم كويس جدا. دي خطوة مهمة عشان الرز يطلع مفلفل معاكي. بصوا الجمال، الالوان شكلها حلو جدا. هبدأ بقى ان انا اجيب العدس بتاعي. العدس ده انا نقعاه وسايباه يجي 5 دقايق كده في مية مغلية، وصفيته ورحت ضيفاه على الرز بتاعي، واديلهم برضو تشويحة لحد ما يتشوحوا كده مع بعض كويس. ابدأ بقى ان انا انزل بالبهارات بتاعتي، ملح مكعب، وممكن تضيفي فلفل اسمر وكمون ورشة صغيرة كده من الكزبرة وتقلبيهم كويس مع بعض. بس انا ما بحبش الكمون والفلفل على الرز، ضفت بس الملح والمكعب بتاعي. اقلبهم بقى كويس وابدأ ان انا اشرب. انزل بالمية المغلية، ما تنزليش بمية من الحنفية، لا مية مغلية تنزلي بيها. ما تزوديش الرز قوي عشان ما يعجنش مني. سقيته بقى وسبته ان هو اول ما يتشرب اوطي عليه ويستوي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه الجمال ده. بمسك كده العدس لقيته كده
اتعمل في ايديا، يعني اتضغط كده ضغطة في ايديا بكل سهولة، يبقى كده خلاص استوى. هكشف الرز بتاعي واسيبه ان هو يتهوى، او تفضيه في صينية وتسيبيه عشان ما يعجنش. هبدأ بقى ان انا اخر حاجة هعملها المكرونة، ودي طبعا سهلة خالص. دي تجيب شوية مية وتحطي فيها معلقتين من الملح كبار، وتدوب الملح بتاعي في قلب المية، وتحطي عليها المكرونة. مكرونة الكشري بتبقى عبارة عن مكرونة اسباجيتي ومكرونة صغيرة. تحطي مثلا شوية من دول على حبة من دول، تبدأي اول ما المية تغلي تنزلي بالمكرونة بتاعتك، تقلبي فيها من وقت للتاني، واول ما تستوي تبدأي ان انتي تصفيها، وتروحي حاطة معلقتين من الزيت، وتروحي نازلة عليها بالمكرونة، تبدأي ان انتي تقدميها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بصوا بقى الجمال والحلاوة، البصل شكله لونه عامل ازاي، لونه ذهبي، والصلصة جميلة جدا، والمكرونة ولا معجنة، والرز الله اكبر جميل جدا. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس.